نحن شعب منافق يمارس المجاملة وتغطية الحقائق، لا يريدك أن تقول الحقيقة في هذا البلد. يريدني أقتحم مؤتمرات الصحفية، لست كصحفي ولكن كسياسي. أنا أخدم أهدافي السياسية وأرسل رسالتي من خلال الآخرين. وهتفت سقط هبل، هذا حدث، هذه صحيح، هذه واقعة أعترف بها للتاريخ. بالعنف، ولا أقول الثورة والعنف معا والتغييرات الكبيرة. لا، هذا الاتجاه لا يمكن أن يتجه إليه أبدا. أنا لا أخاف أمريكا ولا أخاف إسرائيل ولا أخاف أي شيء غير الله. أنا أستغرب شخص يتخرج من كلية الإعلام يخضعونه للامتحان الصحفي. بعتقد أن أسلوب الصدمة هذا شوك، أسلوب مهم جدا جدا، وأنه يخرج ما في الجانب الآخر. الشاعر إذا لم يكن ثوري يعبر عن شعبه وعن قضية شعبه وعن انفعالات شعبه، ده شاعر معذور. قدمه كثيرا وليست هناك أي صلة ما بين الخميني والترابي. ليس هذا استعلاء زائفا، ولكنني لا يمكن أن أكون جزء من هذه الأوضاع المختلة. الأتراك نحن شيقية عندنا معهم ثأر عظيم، وهم قد في تاريخنا السياسي، في تاريخ هذه البلاد لا أشم غير رائحة النضال في تلك المناطق. يعني احنا بلاد بلد، يعني احنا بصراحة يعني انتم بتعرفوا نحن جاي من بيئة بيوت، يعني من بيئة أسر. يعني نحن الناس اللي بيعملوا هذه الناس الملاقيط وعبروا فيها فقط عن رفضي. أنا فقط الآن ما أفعله أنه لا نوافق على هذا الوضع. لا أستطيع أن أبوح بها في هذا المكان، والعمالة واللصوصية والفساد. أحاول أن أتجلى في مجال المواقف. أرجو أن تحاسبينني بالمواقف، بالقيم.